إبراهيم بن أدهم رحمه الله يسير في الطريق، فوجد رجلا على قارعة الطريق مقطوع الأطراف، لا يدين ولا رجلين، به جذام، جلده متناثر، أعمى لا يرى، وفي حالة الرثة، والناس يمرون يضعون الطعام في فمه إشفاقا عليه وهو على الرصيف على القارعة الطريق ملقى. فتأمل، أخذ يتأمل فيه، فإذا بالرجل يقول الحمد لله على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة. نعم عظيمة، عطايا جسيمة. توقف إبراهيم بن أدهم، هنا قضية، هنا شيء. أحدنا لو جاء ما بص في بطني، يا رب ليش أنا ما بص في بطني، تألم وستسخط. هذا يدين مقطوعتين، رجلين مقطوعتين، أعمى، أجذم، مرمي في الشارع ما عنده. فألقى إبراهيم بن أدهم عليه السلام، فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. فقال كيف عرفتني؟ قال ما جهلت شيئا مذ عرفت الله. تعالوا أحضروا قلوبكم، عيشوها بالمعاني الراقية، عيشوها بمقاصدها، أناس تعامل الله عز وجل. قال له ماذا كنت تقول آنفا؟ قال كنت أقول الحمد لله على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة. قال ما الذي جرى بأطرافك؟ قال بترت. قال ما الذي على جلدك؟ قال الجذام. قال أين بصرك؟ قال كفة. قال أين منزلك؟ قال قارعة الطريق التي تراني عليها. قال من أين تأكل؟ قال مما يسوقه الله لي على أيدي خلقه نعمة منه. قال فأين النعم الجسيمة والعظيمة والعطايا الجسيمة يا هذا؟ قال يا إبراهيم ألم يبق لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ يا إبراهيم ألم يبق لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ قال بلى. قال فأي نعمة أعظم من هذا؟ فإذا تأمل العبد ونظر في نعم الله سبحانه وتعالى، استشعر عظيم فضل الله، فاض نور الحب في قلبه، استشعر عظمة هذا الرب الكريم.